في المبيعات بدل ما تقول أعتقد إن ده الحل، قول ده الحل لمشاكلك. بعد أكتر من 1000 مكالمة بيعية عملتها في الكوتشنج بيزنس بتاعي اتعلمت درس مهم جدا. لغة الشخص المتردد بتضيع صفقات حتى لو انت سعرك عالي. معظم أصحاب البيزنس أو البياعين بيزرعوا الشك في العملاء بتاعتهم بكلمات زي أعتقد، تقريبا، ممكن، والعميل مش بيترجم الكلام ده إلا بطريقة واحدة: أنا مش واثق فيك. خليك محترف، لأن البياعين المحترفين ما عندهمش لغة التردد في القاموس بتاعهم نهائيا. بدل ما تقول الحاجة دي هتساعدك توفر وقت، قول الحاجة دي هتساعدك تقلل وقتك من 3 ساعات لنص ساعة، وشوف الفرق بنفسك. بدل ما تقول منتجنا سعره معقول جدا، دي جملة اعتذار مش جملة تأكيد، لكن هنا هتدفع أقل من أي مكان تاني، دي جملة حقيقة. أو بدل ما تقول لعميلك إحنا بنحاول نرد بسرعة، قول الرد بيكون في خلال ساعتين. وخلي بالك كويس إن الكلمات الضعيفة حتى لو عرضك كان أقوى عرض في العالم هتخليك تظهر بشخصية المهزوز، وحتى لو كانت قيمتك الحقيقية فعليا عالية. ونفس الكلام فيك انت كبني آدم، لو انت طبقت الكلام ده مع علاقاتك الحياتية، لو انت الناس اللي بتتكلم معاهم بلغة المهزوز هيشوفوا ان انت مهزوز حتى لو قيمتك كانت اعلى قيمة في العالم. خلي كلامك محدد ومحترف. وخلي بالك اصحاب البيزنس اللي بنوا امبراطوريات كانوا عارفين كويس جدا ايه الكلمة اللي بتقفل الصفقة وايه الكلمة اللي بتنفر العميل. الموضوع مش فصاحة، الموضوع انك يبقى عندك يقين في الحاجه اللي انت بتقدمها. فدايما اتكلم بيقين عن الحاجه اللي انت بتقدمها، لان اللي مش واثق في كلامه مش هيتوثق فيه.